بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ونصلي ونسلم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه وسلم. نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهندس سمير رجب من شركة جرين جولد. النهاردة خدعوك فقالوا إن العجول الهولشتاين ما بتديش تحويل، أو العجول الهولشتاين بتعمل كرش كبير، أو العجول الهولشتاين ما بتجيبش نتائج في عملية التسمين. النهاردة بنعرض لحضراتكم العجول الهولشتاين زي ما انتم شايفين النهاردة قدام حضراتكم. عجول حد يقول لي ان العجول ديت لا تشابه، مفيش يعني مثلا مش زي العجول البلدي. الناس بتقول عليها خرايط بلدي ولكنها عجول هولشتاين الماني بعد التحسينات الوراثيه اللي عملتها المانيا على العجول الهولشتاين. النهارده بقى العجل الهولشتاين ما بيعملش عير كرشي تماما، وتحويله من 2 الا ربع ل 2 كيلو اذا اتبعت خطوات التسمين المظبوطه، الا وهي في البدايات طبعا وهو من بعد الفطام لغايه وزن ال 150 200 كيلو علف 23% بروتين. المرحله اللي بعد كده علف 19% بروتين، والمرحله الوسطى 16% بروتين، والمرحله الاخيره 14% بروتين. كل ما بيتقدم العجل في الوزن كل ما بنقلل البروتين ونرفع الطاقه. طيب العجول الهولشتاين النهارده ايه عيبها الوحيد؟ ان عيبها الوحيد الهيكل العظمي في التصفيه بيبقى في العجول التانية من 45 ل 50، في العجل الهولشتاين من 50 ل 55 كيلو. طيب التصافي بتاعت الهولشتاين، التصافي بتاعت الهولشتاين من 60 ل 63%. هنا عندنا العجل البلدي تصافيه بتبقى من 58 ل 60 او 57 58. يبقى النهارده لما نعرض عجول بالجمال والحلاوه دي بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين في الفيديو. طبعا احنا مبطئين الفيديو علشان اي حد يبص على العجول اللي بتتعرض من جميع الزوايا ومن الفتحات من ورا والظهر والمقدمه من الامام. العجول الهولشتاين النهارده مقارنه بالانواع التانيه في فرق. عندك ساعه الشراء من 10 ل 12,000 جنيه مقارنه بالسلالات الاخرى. طب السلالات المستورده ما بتجيش فيها اوزان صغيره زي اللي موجوده عندنا، بتيجي اوزان 300 350، لكن احنا عندنا من وزن 125 الى غايه 300 كيلو عجول تربيه هولشتاين. وبالتالي انت هتشتغل على اي وزن انت بتحبه او تحب ان انت تبدا بيه بالنسبه للعجول الهولشتاين. يبقى انت عاوز ايه من عجل التسمين؟ سعر مناسب، وعجل مواصفاته جيده متشابهه مع العجول البلدي بدون كرش، مسطره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.